ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اولا اهلا بيكم في قناتي الجديده. ثانيا قبل ما ابدا في القصه ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه وتسيب كومنت لطيف زيك تحت الفيديو. بطلتنا بيكون اسمها ستيل لستون، ان ضدوك لستون، السيدة غير المحظوظة بأكثر مدة في التاريخ للبقاء متزوجة. اتجوزت يا جماعة ولي العهد ليلة واحدة بس. بتقول بطلتنا تاني يوم جوازها اجى حد بيخبط عليها هي ولي العهد، بيقول لهم ان الامبراطور مات. فجأة ولي العهد بيقول لها دلوقتي احنا لازم نتطلق، وبيقول لها ان الجواز ده هو اللي عايزه الامبراطور والده الراحل يعني، وان ما عداش عليه ولا لحظة ابدا كان عاوز يتجوزها. وبيقول لها ان اكيد هي كمان مش بتحبه، فبالتالي الموضوع هيكون بسيط. بيكون ده يا جماعة ولي العهد والامبراطور القادم اسمه كايزن. المهم بتيجي بطلتنا وهي عند ابوها وبيقول لها ان الامبراطورة اترمت في اليوم التاني لجوازها، وان ده شيء مش محتمل ابدا. وطول الوقت ده كايزن كان بيتظاهر بالتواضع وكان كل حاجة مجرد تمثيل. ده يا جماعة بيكون والد البطلة اللي هي اسمها ستيل، اسمه الدوك ليستون. بيقول لستيل ان اكيد ولي العهد هيقوم بعملية تطهير بعد ما يطلقها، وده عشان يقوي سلطته ويتخلص من النبلاء كلهم اللي زيهم يعني. وبيقول ان لحسن الحظ ان الانفصال في العائلة الامبراطورية عملية بطيئة جدا، واذا هي ما وافقتش عن الطلاق هتبقى ابطأ اكتر. فهنا بطلتنا بتقوله ان هي مش عاوزة ده اصلا وان هي هتطلقه. ابوها بيقول لها انت لسه مش عارفة ايه اللي هيحصل. بيقول لها بما ان الامبراطور مات اكيد العرش هيكون من نصيب كايزن، وهي بالشكل ده هتبقى الامبراطورة، وان هي اذا مستغلتش الفرصة دي مفيش مكان ليها في البيت. وبيقول لها ان عيلة لستون اللي هم عيلتهم يعني مش محتاجين لبنت ماهيش امبراطورة. هنا بطلتنا بتتضايق وبتقوله ان هي فاهمة ده، وبتقوله ان هي مجرد ما تطلق هتسيب البيت. وبالفعل بتيجي بطلتنا بتلم هدومها وبتفتكر من 10 سنين، بتقول الوقت اللي اشتغلت فيه بكل جهد عشانك بس. وبتفتكر ولي العهد لما جالها واعطاها هدية جميلة جدا في عيد ميلادها العاشر، كانت عبارة عن سلسلة قيمة جدا وهي بتحبها قوي. وبتقول ان من اليوم ده حياتها كلها بقت ليه وبس، وان هي مرتاحتش لحظة واحدة، وكانت بتثقف نفسها بالسياسة والتاريخ والتكتيكات العسكرية وجميع انواع الفنون والاداب. اتعلمت اداب البلاط القاسية والصعبة. من الاخر كانت بتضحي بنفسها بس عشانه، لكن ما كانتش تعرف ان النهاية هتكون بالشكل ده. وبتقول مع كده الراجل اللي كان سبب في كل ده في حياتها بقى زوجها ليوم واحد بس مش اكتر، وتاني يوم طلب منها الطلاق عشان ما بيحبهاش ومعتقد ان هي كمان مش هتكون بتحبه. بالفعل بطلتنا في الوقت ده كانت قالت له ان هي مش بتحبه، وما مش هتقالت ان هي كذبت اكيد، لكن هي مش هتندم على الكذبة دي ابدا، وان هي ما تقدرش تضحي بكرامتها عشان خاطر اي حاجة او اي حد. بعد ما بطلتنا بتسيب البلد وبتمشي بتيجي عند حد كده وبيقول لها على ما يبدو انها حامل. بيعدي الوقت بعد 6 سنين وبتكون بطلتنا بتشتغل في متجر كده، وصاحبة المتجر بتقول لها ان هي هتقفل قريب عشان كده تقدر تمشي. وبتقول لها ان على الرغم من الشغل في المخبز صعب جدا، لكن بعد وصول بطلتنا ليها زادت المبيعات بشكل كبير جدا وهي شاكرة ليها. فجأة بيجي ابن صاحبة المتجر وبيقول لها ان في حاجة مهمة جدا عاوز يقولها لها. بيطلع ان الفرسان الامبراطوريين وصلوا للقرية وجايين بشكل غريب جدا كأنهم عاوزين حد. ستيل بتطلع تجري وما بيكونش مفهوم راحة فين. بتقول انها كانت متأكدة انها مش هتقدر تخفي نفسها المرة دي. تدخل اوضتها وبتقول سيور. فجأة يا سادة يجي طفل صغير صاحي من النوم وبيقول لها امي. بتكون بطلتنا بالفعل حملت من الامبراطور وخلفت ولي العهد الجديد. بتقول بطلتنا ان هي عرفت ان اكيد مش هتكون قادرة على اخفائه للابد، لكن هي لازم تحميه. فجأة بتلاقي فرسان الامبراطور بيخبطوا عليها. بتجري على ابنها وبتقوله انت فاكر اللي قلتهولك قبل كده صح؟ بيقول لها ايوه. انت قصدك التمثيل؟ بتقوله ايوه ده صح، تعالى هنا. وبتمسك حاجة زي قطرة كده وبتبدأ تحطها في عينه، وبتقول يا رب يكون الوقت صح وما يتأخرش قوي. فجأة الباب بتفتح عليها وحد بيقول لها سيدة ستيل الامبراطور عايزك. بتخبي ابنها، واللي لما بيحاول يدور وشه بيظهر ان لون عينيه اختلف تماما من اللون الاحمر للون الازرق.
بتكون بطلتنا راحة للإمبراطور وابنها خايف جدا وماسك فيها ومرعوب. بتدخل على الإمبراطور اللي بيقول لها إن عدى 6 سنوات من آخر مرة شافها فيه. بتفكر بطلتنا في إحساسها وبتقول كايزن الراجل اللي هي حبيته طول الوقت والإمبراطور الوحيد لإمبراطورية لاستيل دلوقتي. بتقول إنها اعتقدت إنها تخلص من كل مشاعرها للراجل ده، لكن على ما يبدو ان ده ما حصل. بيسألها الامبراطور عن سبب هروبها الفترة اللي فاتت دي، وبيسألها اذا كانت فاكرة ان هو اذا مسكها هيقتلها. هنا سيور بيبدأ يعيط وبيمسك فيها. بتقوله ان هو ما يخافش. بيسألها هنا الامبراطور عن مين الطفل ده. بتقول انها فكرت واستعدت للحظة دي من وقت طويل جدا، وان بمجرد صعود كايزن للعرش بدأ في معاقبة النبلاء الفاسدين، على الرغم من ان لورد الشمال بدأ يتمرد عليه، لكن تمن التمرد ده هو ابادة اسرته بالكامل. ادى فشل التمرد ده لتقسيم الامبراطورية لجزئين، الفصيل الامبراطوري المكون من النبلاء الشباب، وفي الجهة التانية الفصيل الارستقراطي، واللي أصبح والد ستيل الدوك لستون رأس الفصيل الارستقراطي ده. وفي نهاية سنوات الحرب ال6 دول اختفى معظم النبلاء، ومع كده كان الوضع لسه فوضوي جدا، وفوق كل ده كان والد ستيل لسه حي. بتفكر بطلتنا ان من اللحظة الأولى اللي عرفت فيها بحملها كان عندها مخاوف كبيرة جدا، وهو انه بمجرد معرفة وجود طفلها ده كان هيستخدم كأداة في الحرب، وكانت خايفة جدا ووحيدة وما كانتش قادرة انها تشوف ابنها بيتاخد من ناحية ناس متعطشين للسلطة، عشان كده كان عليها انها تخفيه كويس جدا. وفي الوقت ده بتقول الامبراطور ان الطفل ده بيكون ابن اخوها. بيسألها الامبراطور اذا كان الابن الاكبر للدوك لسه عازب اصلا. بتقوله هنا ستيل ان هو مش اخوها المباشر لكن اخوها التاني. بتقوله ان قريبها اتخلى عن طفله ابن وريث عيلة امها اللي مات في الحرب الاهلية من نص سنة. بيقول الامبراطور ان هو فاكر ان الراجل ده كان عنده طفل غير شرعي من خادمة. بيقول الامبراطور لبطلتنا ان ده معناه ان الطفل وريث عائلة امك، وبيقول لها على ما يبدو انت وعائلة والدتك منتوش شبه بعض ابدا. وبيبصله كده وبيقول مش ممكن ده شبه. بيكون شاكك فيه ان هو ابنه. هنا بطلتنا بتقوله كمل اللي كنت هتقوله، وبتفتكر وقت محطة القطر في عين سيو. وبتكمل ستيل وبتقول الامبراطور ان الدم الامبراطوري فريد من نوعه، وبتقوله ان معنى كلامك انك بتشكك في لون عين الطفل ده. وبتفتكر بطلتنا ان هي بعد ما اكتشفت حملها راحت لبيت جدها من امها في الشرق، وبتقول نظرا لانه كان منزل فقير جدا وما كانش فيه اي خدم كان افضل مكان ليها للحفاظ على سرها وكمان جسمها. وبتقول ان الفضل بيرجع لجدها جدا في تزييف هوية سيور، ولكن الموضوع ما كانش كفاية ابدا. كان في عقبة اساسية عندها عشان تخفي هوية سيور، وهي العيون الحمراء الفريدة من نوعها لعائلة الامبراطورية، وان اي طفل بيتولد في سلالة الامبراطورية بيكون عنده عيون حمراء جدا ومميزة. عشان كده لحسن الحظ انها قابلت صيدلانية شابة في منطقة الاخشاب الشرقية هي اللي بلغتها بحملها. مش بس كده، كانت بتعرف تصنع جرعات غير معروفة في الامبراطورية حيث لا تتوفر الاعشاب الطبية، وبمساعدتها لقت جرعة تغيير لون العين دي اللي قدرت تغير بيها لون عين سيور من الاحمر للازرق، وبالتالي ما يقدرش الامبراطور انه يكشفها. وفي اللحظة دي ستيل بتمسك 7 سيور الصغير. فجأة سيور بيقول لها عمتي ستيل. بتقول له ستيل ان كل شيء على ما يرام وانه ما يقلقش. وبتقول كان الامساك بالصبع الصغير لسيور رمز البدء اللعبة، وان هي مارست اللعبة دي معاه كتير جدا في الماضي عشان يقدر يناديها بعمتي في الوقت المناسب. وبتقول ان هي عملت كل اللي تقدر عليه، وهي شايفة دلوقتي انها بالفعل نجحت. بسألها الامبراطور عن السبب اللي يخليها تتحمل مسؤولية الطفل ده. بتقوله ان هي العيلة الوحيدة المتبقية لجدها، وبتقول ان جدها قاعد من غير ولا خادم حتى، وبالشكل ده ما تقدرش تسيب طفل صغير ليه. هنا الامبراطور بيرد عليها وبيقول لها جدك كان راجل ذو روح معنوية عظيمة، وبيقول لها ان هو قال ان هو يتعذب حتى الموت لكن مش هيقوله على مكانها. هنا ستيل بتتعصب جدا وبتقوله ايه اللي انت عملته لجدي. بيرد عليها الامبراطور وبيقول لها انها ما تقلقش، وهو مكان امن، وان الماركيز حاليا قاعد في قصر اسمه قصر دينيش. وبيقول لها ان هو ارتبك بعض الشيء لما هربت عن جدها، لكن هو ما يقدرش معاملة بطل الحرب السابق غير باحترام.
والطفل سيور بيكون بيبص للإمبراطور بفضول جدا، لكن وقتها الإمبراطور بيسألها إذا كانوا يقدروا يتكلموا على انفراد ولا لأ. بتفكر بطلتنا وبتقول إن كايزن بيشتبه بسيور، عشان كده من الأفضل إن الاتنين يكونوا منفصلين عن بعض. بتقرب من سيور تاني وبتمسك صباعه الصغير وبتقوله إن هو يقدر يروح للأوضة المجاورة ليهم. بالفعل سيور بيبدأ يقولها أكيد يا عمتي، وبيمشي فعلا. بتكون قاعدة مع الإمبراطور وبيجي الخدم عشان يضيفوها. بتقول بطلتنا مع إننا في بداية مايو لكن الأجواء لسه باردة جدا في الشرق، وبتبص على الشاي بتاعها وبتقول إن ده شايها المفضل في الأيام اللي كانت فضلت فيها في القصر، وبتتساءل إذا كان فاكر كل ده مع مرور الوقت. وبعدين بترجع تقول أكيد لأ، مش حقيقي. بيقول لها هنا الإمبراطور إن السبب اللي خلاه يدور عليها هو جدته الإمبراطورة دواغر. ايه الاسم ده يا جماعة؟ بتقول له ستيل انها سمعت انها ماتت، واكيد الخبر ده محطم قلب الامبراطور. بتكون بتفكر ان بما ان ام كايزن اتوفت، جدته هي اللي كانت ربيته واكيد هو بيحبها. بيقول لها الامبراطور ان جدته كانت وريثة الدوق ميلين في المنطقة الجنوبية، وبيقول لها ان من اجل اعادة الارض للعائلة الامبراطورية جده اتجوز من جدته بالقوة عشان تكون امبراطورته. وبيقول لها ان دي كانت طريقة حمقاء جدا، ولكن على اي حال بمجرد وفاة الام الكبرى ستعود الملكية للعائلة الامبراطورية. وبيقول لها مع كده قبل وفاتها سابت له وصية. الوصية دي كان فيها شيء غريب جدا. كان محتوى الوصية ان هو لا يجوز اتخاذ اي اجراء يتعلق بالاقليم الجنوبي دون موافقة الامبراطورة السابقة ستيل، وان مفيش اي شيء يقدر الامبراطور ان هو يقرره دون موافقة منها. وبيقول لها ان دي كانت وصية جدته الغريبة، وهو دلوقتي ما يقدرش يتصرف اي تصرف من غير موافقة بطلتنا. بتبصله هنا ستيل وبتسأله دلوقتي ايه اللي هو عاوزه منها. الامبراطور بيطلب منها انها ترجع معاه للعاصمة، فبيقول لها ان هو هيحضر ليها قصر في العاصمة وهينقل الاقليم الجنوبي للعائلة الامبراطورية. بتقوله هنا ستيل ان هي مش حابة ده. بيرد الامبراطور وبيقول لها ما تعمليش كده، انت عارفة ايه اهمية الارض دي بالنسبة ليا. بتفكر ستيل وبتقول اكيد عارفة، في الوقت اللي بتبحث فيه قوى النبيلة على فرصة مهمة جدا مش هيكون حابب ان يكون في مشاكل مع الاقليم الجنوبي. وبتوضح له هنا ستيل وبتقول له انا مش بقول ان انا مش هعطي ليك الاقليم الجنوبي، لكن هي عايزة تغير الشروط بدل من ده. فبيسألها الامبراطور عن التغيير اللي هي حباه. بتقوله اولا هي عاوزاه يرجع معاش جدها، تاني حاجة بعد ما يحلوا مسألة الوصية يرجع لها الشرق هي وعيلتها. هنا الامبراطور بيتضايق وبيقول لها انتي بتقولي كده ليه؟ هيكون عندك مكان احسن بكتير في العاصمة، مش بس معاش جدك يعني. وبيقول لها ان جدته اعتنت بيها جدا، عشان كده مفيش شخص زعل عليها لما مشت من القصر قدها، وعشان كده بعد ما تعبت حطت الشروط دي في وصيتها. وبيقول لها كمان ان هي بالشكل ده بتتجاهل حسن نوايا سته. بترد عليه ستيل وبتقوله ان هي ما بتعملش كده، وبتقوله ان هي الامبراطورة الوحيدة اللي اتطردت بعد يوم واحد بس من كونها امبراطورة، وكمان عشان ازود ونخلي الامور اسوأ عيلتها اتبرت منها بعد اللي حصل ده. وبتقوله ان هي اذا رجعت للعاصمة بالتأكيد هتكون حديث الناس. مش بس كده، بتكمل وبتقوله ان هي تعبت جدا من كل اللي بيحصل ده ومش حابة تختلط مع حد في الامبراطورية. بتكون بتفكر في ابنها وجدها وبتقول احنا عاوزين نحظى بحياة امنة ومسالمة. وبيكون كل تفكير ستيل في الوقت ده ان الموضوع ده مش كذبة فعلا، العاصمة شيء خطير قوي، وان الناس هيلاحظوا وجود سيور ابنها يعني. واذا رجع المعاش التقاعدي لجدها هيتمكنوا هما التلاتة من ان هما يعيشوا في سلام. وبتقول ان هي لو قدرت فهي عاوزة ان الامبراطور يرجع الارض، لكن طلبه طلب كبير جدا وهيعمل لها قلق. وبتقول ان هو بيكفيها اساسا ان هو كان السبب في حرمانها من المعاش عشان يعني صلتها بالناس اللي اتمرضوا في الشمال. بيفكر الامبراطور هنا وبيقول عرفت انتي لسه، وما بيكملش كلامه وبيقول لها خلاص انا موافق بشروطك. وبيقول لها على الرغم من ان انا كمان عندي شرط. بتسأله ستيل عن شرطه ده، بيرد عليها الامبراطور وبيقول لها لحد ما ينتهي كل ده بغض النظر عن اللي بيحصل ما تهربش منه تاني. بتقوله ستيل ان هي فهمت ومش هتهرب. وبتكون ماشية وراكبة العربية هي وابنها وبتبص للقطر اللي هي حطتها في عينه، وبتقول دي جرعة تغيير لون العين. وبتقول كمان انها بقت
كل ممتلكاتها علشان تمول الأبحاث المتعلقة بيها، على الرغم من إن هي اختبرتها على جسمها مرات كتير، لكن هي ما قدرتش تطول مدتها القصيرة دي. وبتقول بما إن تأثيرها بيستمر نص يوم بس، هي بتعتقد إن ده هيكون كويس جدا لحد ما توصل للعاصمة. وبتقول كمان إن هي هتضطر تكسب شوية وقت قبل ما تستخدمها كلها. وبيكون تفكيرها ان هي كانت برفقة جريتل الصيدلانية يعني، واتعلمت منها كتير قوي عن التعامل مع الاعشاب الطبية، لكن ما تقدرش تفتكر وصفة الدواء ده. فجأة شخص بيقول لها ان هم وصلوا لقصر مايرن، وبيقول لها انها تقدر تنزل، وبطلب منها ان هو يشيل حاجتها. بتبص هنا بطلتنا وبتقول الشخص ده هو قائد الحرس الجديد. في الحقيقة بتكون عارفاه، بتقوله سيد ليندن. بيتفاجئ جدا وبيسألها اذا كانت فاكراه، بتقوله ازاي ينساك، وبتقوله ان هو فضل جانب الامبراطور وحماه فترة طويلة جدا. بيفكر الحارس وبيقول لما كانت موجودة كأميرة في العاصمة كان هو لسه فارس منخفض الرتبة، وبيوطي ليها وبيقول لها ان هو شرف ليه ان هي لسه فاكراه. في الوقت ده الامبراطور بيجي عليهم وبيقول لهم كفاية كلام ويلا ندخل دلوقتي. فجأة بتيجي واحدة كده شعرها اصفر وطلع تجري على الامبراطور وبتقول له انت هنا اخيرا، وبتمسك ايده كده وبتتلزق فيه. المهم بتبص على ستيل وبتسأل مين الست دي. هنا ستيل بتقول لها انت السيدة ماريان، وبتسألها عن حال المركيب. هنا ماريان بتسألها اذا كانت عارفة والدها، بتقول لها ستيل اكيد، بتقول لها كمان ان هي شافته مرة قبل كده. بتفكر ستيل وبتقول ان هو كان حفل بلوغها سن الرشد في اليوم ده، لكن هي ما قدرتش في الوقت ده تلقي التحية على المركز ابوها يعني. وبتقول انها سمعت ان هو راجل اساسي في فصيل الامبراطور. فجأة بيجي شخص بيجري كده وبيعتذر من الملك عن تأخيره، وبيحيي ستيل بطريقة لبقة كده وبيقول لها انه من الجيد انه شافها، وبيبدأ يعرفها بنفسه وبيقول لها انه هو وزير الملك البارون بليان. فلما بندها باسمها ماريان بتقول ستيل هي دي يعني الست اللي اترمت بعد يوم واحد من جوازها. في الوقت ده فجأة سيور بيبدأ يقلدهم وبيقول تحياتي سيدتي، بيحيي ماريان زي ما الوزير حيا أمه. طبعا كلهم بيبدأوا يضحكوا على الموقف ده. بتأسف ستيل هنا منهم وبيقول إن هو أكيد حب يظهر الأدب زي ما اتعلم من جده. الوزير بيقول إنه مفيش مشكلة وإن الشاب مهذب جدا. هنا الإمبراطور برضه انده لبليان الوزير بتاعه بيقوله كفاية كلام ويلا ندخل لجوه. بالفعل بليان بيقول لستيل ان هي تيجي معاه دلوقتي عشان يوريها المكان بنفسه. بالفعل ستيل بتبقى اخده ابنها وماشيين معاه، واللي بيكون مبسوط جدا من ماريان وبيقول لها ان هو هيشوفها قريب. الحقيقه الولد بيكون تقريبا عاجبه الشعر الاصفر، وبيلث لامه وبيقول لها ان هي بتبدو كالاميرات جدا. وفي الوقت ده بعد ما ستيل بتكون ماشية هي وابنها بتلف ماريان عشان تكلم الامبراطور، لكن في الحقيقة بيدور وشه بيردش عليها وبيمشي. اتنقل بينا المشهد للوزير وهو بيكلم ستيل وبيتأسف منها وبيقول لها ان السيدة ماريان بتجهل ظروفها، عشان كده ما كانتش تقصد تقول اللي قالته. بتقول له ستيل ان هي ما عندهاش مشكلة، وبتقول ان هي كمان بتعتذر انها خلت المرأة المفضلة عند الامبراطور ما بتحسش بالراحة بسبب وجودها يعني. بيقول لها هنا الوزير انها ساءت الفهم تماما وان علاقتهم مش زي ما هي فاكرة. تستغرب ستيل وما بتكونش فاهمة ايه علاقتها بالامبراطور بالظبط، وبتفكر في اذا كان الامبراطور مش بيفضلها عشان هي اكيد اصغر منه سنا. المهم بيدخلها الوزير وبيقول لها ان دي اوضتها، وبيعرفها على الخدم كتار جدا وبيقول لها ان هم اكيد هيساعدوها الفترة دي بما انها قاعدة لمدة يومين هنا. الحقيقة بيكون سيور برضو مبهور بالأوضة والخدم. بتقول له ستيل ان ده كتير جدا عليها وهي ممتنة. بيقول لها الوزير ان هو ما عملش حاجة وده الواجب، وبيقول لها اذا ما كانتش حاسة بالراحة دلوقتي هو ممكن يطلب منها طلب في المقابل. وبالفعل بتنقل بينا المشهد وهم قاعدين بيشربوا فنجان قهوة كده في حديقة مع بعض، وبيكون بيتكلم معاها وبيقول لها ان لحد ما توصل للعاصمة هيكون من الافضل هي تسيب امر الوصية سر. بتسأله ستيل عن السبب اللي يخليها تعمل كده. بيقول لها اكيد السبب الاكبر هو خطورة حدوث اي ارتباك في الاقليم الجنوبي، وبيقول لها ان عدى 3 شهور بالفعل عن وفاة الامبراطورة الام، عشان كده لو تعرف ان مسألة الميراث ما اتحلتش لسه هتكون مشكلة، وان سكان الاقليم الجنوبي هيكون عندهم اضطراب وخوف.
بتفكر ستيل وبتقول لو فكرت في علاقة الامبراطور مع النبلاء هيكون من السهل جدا عليهم ان هم يتصيدوا الاخطاء. بيكمل الوزير وبيقول ان ما عداش وقت طويل لقضائهم على تمرد الشمال، يعني عشان كده من الافضل ان ما يحصلش اي مشاكل مماثلة. وبيقول لها ان ممكن ان الامور التافهة تتضخم وتصبح خارجة عن السيطرة تماما. بتفكر بطلتنا وبتقول ده معناه انه قصده انه ممكن اعمل تمرد، وهم خايفين على الجنوب الاكثر سلما ووفاء للامبراطورية، وبتقول الراجل ده اكيد بيقلل من شأني. بترد عليه هنا بطلتنا وبتسأله اذا كان قصده عليها ولا لا. طبعا بتفاجئ جدا الوزير وبيقول لها انه مش فاهم هي بتقول ايه. بتقول له ستيل ان بمجرد ان الوصية بتاعة الامبراطورة الام هتتكشف للعامة من الطبيعي انها تكون محط انتباه للجميع، وبتقول ان مقابل حصولها على تعاطف من العامة اكيد هتكون صورة الملك ملطخة جدا، وفي وضع زي ده هيكون والدها هو المستفيد الوحيد. بتفكر ستيل وبتقول انها بالشكل ده هتكون سيدة ذكية جدا، ولكن برضو حالتها تصعب على اي حد. وبتقول ان هي مش عاوزة اي حاجة من دي، لكن في نفس الوقت مش عاوزة تكون شخص بيسهل استغلاله. هنا الوزير بيتوتر وبيقول ان من الصعب جدا خداع شخص ذكي، وبيقول مع ذلك هو حابب انها تحافظ على سرية الوصية بغض النظر عن اللي هيحصل، وبيقول لها ان هو مش عاوز اي فوضى تحصل. بتقول له ستيل ان هي كمان مش عاوزة تتورط في شؤون العاصمة، عشان كده هي بتخطط انها ترجع للشرق بشكل مباشر بعد ما يخلص الموضوع ده. بيشكرها هنا الوزير وبيقول لها بما انه نهى عمله هيسيبها ويمشي، وبيقول لها اذا احتاجت اي حاجة تطلب منه وما تترددش ابدا. بتشكره ستيل وبتقول له ان هي تحط ده في اعتبارها. الوزير وهو ماشي بيفكر في ان هو اعتقد ان الامبراطورة اللي اتطردت من القصر في خلال يوم بس مجرد فتاة لطيفة متعرفش اي حاجة عن العالم، لكن اتبين انها فعلا بنت الدوق لستون، وانه عليه ان هو يسيبها تحت نظره. الوقت ده بتكون ستيل بتبص على ابنها واللي بيكون رايح يمسك عشبة خطيرة جدا. بتجري عليه وبتقوله ان هو ميلمسش اي حاجة، وبتقوله ان النبتة دي اسمها نبتة الراجينين، وان هو اذا لمسها هيصاب بطفح جلدي وهيؤلمه ده لفترة طويلة جدا. بيقولها سيور ان هو هياخد باله ما عادش هيمسك حاجة. بتقول بطلتنا ان القلعة دي خصصت بس لزيارة الامبراطور، لكن على الرغم من كده يبدو انه ما كانش حد بيعمل صيانة ليها بشكل مستمر. هنا سيور بيسألها اذا كان الراجل اللي قابلوه ده هو الامبراطور. بتقوله ايوه. بيكون مش عاجبه جدا وبيقول لها ان هو دايما غضبان ومش عاجبه اي حاجة. بتقوله هنا ستيل ان الراجل ده هو الامبراطور، وكمان هو اهم راجل على وش الارض ولازم ناخد بالنا. وبتقوله كمان ان هو ما يقدرش يناديها الفترة دي كلها بأمي، وان هما هيواصلوا اللعبة اللي بيلعبوها دي لحد ما يرجعوا للبيت. وبتسأله اذا كان يقدر يستمر في ده ولا لا. بيقول لها ايوه مفيش مشكلة. بتقوله ان سيور افضل بكتير من ما توقعت، وان هو كبير كفاية للتغطية على اي شيء. بتقول كمان ان مفيش اي حد هيتخيل ان هي حملت بطفل كايزن الامبراطور يعني. بتقول حتى كايزن نفسه مش هيكون متوقع ده ابدا. في الوقت ده ستيل بتاخد ابنها وبتكون رايحة عشان تحميه، لكن وهي داخلة الأوضة فجأة بتسمع الخدم وهما بيقولوا أكيد هي دي الإمبراطورة السابقة، أكيد هي باينة إنها بنت الدكتور. وبيسألوا عن السبب اللي خلاها ترجع، وبيقولوا إن في شائعات بتقول إن هي هنا عشان ترجع الإمبراطور ليها. وبيقولوا كمان ان هي على الهيئة دي اكيد مش معقول بتفكر انها ترجع الامبراطور، بيستهزئوا يعني بيها. في الوقت ده ستيل بتدخل عليهم فجأة وبتقول لهم ان هي عاوزة تحمم الطفل، وبتسألهم اذا كانت الاستعدادات كملت ولا لا. كل خدم بيتكلموا بينهم وبين نفسهم وبيتساءلوا اذا كانت هتتغاضى عن اللي سمعته ولا لا. بتاخد ستيل ابنها وبتدخله الأوضة وتقول انها تسيبه دلوقتي لحد ما تحضر هدومه، وبتقفل عليه الباب وبتخرج. في الوقت ده بتبص الخدم وبتقول لهم بالتأكيد انتوا مش فاكرين ان انا هغض الطرف عن سلوككم ده. يا ترى هتهزقهم ولا هتروح تقولي الامبراطور ولا هتستغل موقفها وتقولي الوزير؟ ده اللي هنعرفه من خلال الفصل الجاي. ما تنسوش تعملوا لايك، اشتراك في القناة، سيبوا رأيكم في كومنت عشان ده بيفرق جدا جدا جدا.